اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شوفوا الباتيه اللي احنا عاملينه النهارده جميل قوي. العجينه بتاعته تنفع باتيه وتنفع كرواسون. ما شاء الله هشه وجميله، طريه جدا ما شاء الله. بصوا النعومه والطراوه بتاعتها ما شاء الله جميله جدا. يلا بينا يا حبايبي عشان ندخل على الفيديو ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. نص كوبايه ميه، كوبايه لبن، ربع كوبايه زيت، معلقتين سكر، معلقتين لبن بودر، نص معلقة كبيرة خميرة بيكنج باودر، كيس خميرة وكيس فانيليا، معلقة خل وبيضة، نص كيلو دقيق. هنحط المية يا حبايبي اهي، نص كوباية المية، وهنحط عليها كيس الخميرة عشان يدوبوا كويس. مية دافية، اهم حاجة تكون المية دافية عشان تشغل الخميرة. ونحط عليها السكر وندوبهم مع بعض. هنقلبهم كويس قوي، والخميرة بتعمل فقاقيع كده تعرف ان الخميرة شغالة معاكي. كده الخميرة ما شاء الله شغالة اهي، الفقاقيع اهي، كده الخميرة ناجحة. نجيب الطبق بتاعنا بقى ونحط فيه المقادير بتاعتنا. خلاص زودت الخميرة بتاعتي. نحطها بقى في الطبق بتاعنا، ونحط المكونات بتاعتنا كلها: البيضة والفانيليا، ونجيب اللبن والزيت ومعلقة الخل، رشة ملح صغيرة، وهنقلب المكونات دي كلها كويس. لازم تدوبي السكر كويس قوي عشان ميبقاش فيه تكتلات. حطي نص معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقتين اللبن البودرة على الدقيق، هنقلبهم كويس قوي. نحط المكونات بتاعتنا بقى الجافة على المكونات اللي احنا عملناها، وهنقلبهم كويس قوي. اهم حاجة تعجن العجينة كويس قوي. فضيت الدقيق بتاعنا اهو كله. اشيل المعلقة بقى واعجن العجينة بايديا بقى كويس قوي عشان الملمس يبقى ناعم. اهم حاجة تعجني فيها كويس قوي 10 دقايق ربع ساعة، عشان اهم حاجة في الموضوع ده كله العجينة تبقى ايه، ناعمة خالص. ده بينجح العجينة معاكي وبيخليها جميلة كده ومورقة. بصوا ما شاء الله العجينة كانت ناعمة وجميلة. بصوا ما شاء الله العجينة هي باينة كمان وانا بعجنها، طرية وناعمة وريحتها جميلة. بصوا عجنتها، بس لازم اعجنها تاني. بصوا لازم اعجنها كويس قوي ما شاء الله. خلاص انا عجنت فيها كتير بقى كده، هحطها في طبق بقى واسيبها ترتاح. هبل ايدي زيت واحطها على العجينة، بصوا ناعمة ازاي ما شاء الله، واغطيها بقى تخمر. العجينة خمرت وبقت ناعمة وجميلة اهي. خلاص بقى افردها، سيبيها تخمر كده على حسب الجو اللي انت فيه. لو الدنيا حر يعني هو نص ساعة، الدنيا برد شوية كده يبقى تزودي في الميعاد لحد ما تخمر معاكي. الزبدة بس سيحتها، بس ما تكونش سخنة، باردة. وبعدين بقى ايه العجينة بتاعتي هدهنها كويس قوي بالزبدة، يا دوبك فكيتها بس مش سخنة. واطبق العجينة، اطبقها مربع كده،
واحطها في طبق كده واغطيها واحطها في التلاجة. والعجينة التانية برضو اللي انا قسمتها برضو هفردها كده واعملها زيها برضو ادهنها واطبقها واحطها في التلاجة نص ساعة. اهم حاجة الوقت كده يعني عشان ايه الزبدة تجمد فيها شوية. او برضو اطبقها خرجتها من التلاجة اهي. هفردها يا حبايبي عشان اقطعها معايا بقى واحشيها. عندي جبنة وعندي شوكولاتة على حسب الحشوة اللي انت ايه عاملاها. يعني العجينة دي تنفع باتيه وكرواسون، جميلة جدا وناجحة وهشة وخفيفة ما شاء الله. رشيت على العجينة كده حبة دقيق عشان اعرف افردها كويس عشان ما تلزقش في النشابة. اهي يا حبايبي ما شاء الله. احط الجبنة بتاعتي بقى والفها. ممكن ما تعمليش بالطريقة اللي انا عاملاها دي، اصل انا كده لفاها رول. يعني ممكن تعملي واحدة واحدة كده احسن عشان تعرفي مكان الجبنة انت حاطاها فين بالظبط. بصي انا عملتها رول ازاي. انت ممكن تغيري بقى يعني تقطعيها كده مستطيلات احسن رفيعة وتحشي انت واحدة واحدة، لان الجبنة قطع فتيجي في اماكن واماكن لا. انا قلت بس اقولك عشان ما تعمليش الغلطة بتاعتي. اهو يا حبايبي اهو اقطعها. هقطعها وارصها في الصينية بتاعتي واعمل ايه بقية الرول برضو دوت اكمله. ده الباتيه بقى كده اللي بالجبنة. واهم حاجة تقفليه من تحت كويس وترصيه. بدخل الجبنة بقى بصوا عشان لقيتها جاية في الحروف بس، عشان كده بقول لكم ايه ممكن ما تعمليش الطريقة دي. ايوه الطريقة دي جميلة قوي. تعملي واحدة واحدة وعارفة المكان اللي انت حاطة فيه وخلاص. اهو جبنة اهي جميلة. الطريقة دي جميلة جدا والحشوة كانت جميلة ما خرجتش. اهم حاجة العجينة كانت جميلة ومساعداني وطرية. لفيها كلها بقى بالشكل ده. اهم حاجة العجينة يعني ما تنسيش الخل. معلقة الخل دي ضروري عشان تبقى العجينة هشة. والبيكنج باودر نص معلقة كبيرة بيكنج باودر. واللبن يكون دافي والمية دافية تخلي معاك العجينة جميلة جدا وناعمة. الشوكولاتة اهي بقى هحشيها برضو. اللهم صل على سيدنا محمد. رشة الدقيق اللي بحطها دي برضو بتساعد معايا عشان العجينة ما تلزقش في الايه مردانة. حط العجينة بتاعتي اهي.
العجينة جميلة، العجينة جميلة ومورقة ما شاء الله، وبحشيها جميلة جدا معايا. خدت معايا صينيتين ما شاء الله، واحدة بالجبنة وواحدة بالشوكولاتة، ونص كيلو دقيق بس. عملت كمية حلوة برضه. متنسيش تقفليها كويس كده من تحت عشان ايه ما تفكش معاكي. ايوه جبت طبق بقى فيه ربع كوباية لبن، وعليه معلقة لبن بودرة وحبة سكر، وبدهن الوش بقى كله كده عشان ايه يبقى مدي لون معايا حلو. اللي انت عايزاه بقى، عايزة عسل اسود وحطي عليه معلقة مية، عايزة بيضة وفانيليا، معلقة خل، رشة خل، ودهني بقى اللي انت حباه. حطيت سمسم ورش وحبة البركة على الوش اللي في الجبنة، واللي في الشوكولاتة ما حطيتش عليها حاجة. بس طرية وهشة جميلة ازاي ما شاء الله. العجينة تحفة ما شاء الله. اهي بصوا التورية بتاعتها جميلة، وعجينة قطنية وجميلة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.